السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه سهله وبسيطه، السفه المدفونه او السفه المردومه، كل واحد كيفاش كيسميها. كتجي معلكه ولذيذه ورائعه، كتجي غزاله بالدجاج. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وطبعا الى عجبتكم الوصفه شاركوها مع الناس اللي كتعرفوا. غادي ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للصفه، اول حاجه غادي نصاوبوا الدجاج ديالنا. هنايا عندي دجاجه كبيره، الوزن ديالها 2 كيلو، اللي مقسومه على 4، وحيدت ليها الجلده ديالها وغسلتها مزيان بالملحه والحامض. وغادي نصاوب ليها دابا شرموله. بالنسبه للشرموله عندي 2 معالق متوسطين ديال السكينجبير و2 معالق متوسطين ديال الخرقوم بلدي مطحون، وكنديروا ليها الملح حسب الذوق. ما كنكثروش الملحه لان الدجاج اصلا مغسول بالملحه والحامض. وغادي ندير معلقه صغيره ديال السمن بلدي حار. الا كان السمن عادي كديروا معلقه كبيره صافي، و3 ديال الضامات ديال الزعفران، وشويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وكاس ديال الماء. يمكن لكم ديروا الزعفران حر، انا ما عنديش متوفر، داكشي علاش ما درتوش. وكديروه مع كاس ديال الماء دافي وكديروه في الدجاج. بالنسبه للدجاج طيبته مباشره، جبتو طري وطيبته. الا بغيتو تشرملوه كتشرملوه قبل وكتشحروه مزيان بهذه الطريقه هذه. شحرته هنايا بكاس ديال الماء باش تدخل داك العطريه مزيان في الدجاج، كما كتشوفوا حتى كتولي معلكه داك الدجاج مع كاس ديال الماء والعطريه. كيولي الدجاج ملبس مزيان بالعطريه كيف ما كتلاحظوا، وكيتنسم مزيان كتدخل فيه. غادي عندي كيلو ديال البصله اللي قطعتها شرائح طويله. يمكن لكم تقطعوها حتى مكعبات الا بغيتوا، انا درتها هكا شرائح صافي. ودرت هنايا غادي ندير ليها شويه ديال الزيت العاديه، تقريبا نص كاس ديال الزيت العاديه اللي ضفت. وغادي ندير كاس اخر ديال الماء. هنايا عندي دجاج طري ودجاجه كبيره، غادي تحتاج شويه ديال الماء، ودرت ليها 2 كيسان ديال الماء. ها نتوما درت الكاس الثاني وعويدات ديال القرفه صافي، وسديت عليها طيب مباشره حتى كيطيب الدجاج. هنايا عندنا السفه. بالنسبه للنوع ديال السفه ديروا اللي كتبغيو او اللي كتجيكم زوينه. انا درت هنايا الاتقان، لبستها مزيان بالزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت لبستها مزيان. ودرت البرمه فيها حتى طاب الماء مزيان فيها، ودرت لها واحد القطعه ديال الحامض، واحد نصوصه ديال الحامض غير باش ما تكحلش ليا البرمه من الداخل. صافي كنديرها في الكسكاس، غادي نديرها تفور لمده ديال نص ساعه. غادي نديرها التفويره الاولى نص ساعه تقريبا صافي. من بعد هنايا غادي ندير اللحم. بالنسبه للحم انا سبق لي وشاركته معاكم، وغادي ننزل لكم الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف. المقادير ديال اللحم بالطريقه ديال الاعراس كيجي لذيذ وكيجي رائع، وهاد الطريقه هذه معتمده عندي ودائما كنديرها الصراحه. كتجي واحد المريقه اللي غزاله في اللحم. الناس اللي كيعرفوني كنطيب راهم عارفين الطياب ديالي كيفاش داير. صافي غادي نمرق هنايا اللحم وغنخليه يطيب. بالنسبه للصفه راه تفورات المره الاولى. خديت هنايا 4 ديال الكيسان ديال الماء، غادي ندير ليها 4 ديال الكيسان ديال الماء مع شويه ديال الملحه درتهم. بالنسبه للماء كنعبروا بالكاس ديال العنبه. صافي هنايا من بعد ما غادي نخلطها مزيان في داك الماء، كنغطيها وكنخليها حتى كترطب. ها نتوما كما كتشوفوا معايا كنحاول نخلطها هكاك وصافي، وكنرجعها للكسكاس طيب تفور المره الثانيه. صافي هذاك اللي كيبقى داك شويه ديال الماء راه عادي. بالنسبه للدجاج طاب وحيدته خليته يبرد على جنب. والمريقه لاصوص كنخليها كطيب مزيان وحتى كتنشف من هذاك الماء. صافي غادي نضيف ليها هنايا العسل الحر. يمكن لكم ديروا العسل عادي، انا ضفت 5 ديال المعالق كبار. جات الحلاوه والقياس هو هذاك، جات زوينه. صافي يمكن لكم ديروا السكر الا بغيتوا. صافي غادي نخلط هاد العسل مع المريقه واحد شويه، وغادي نضيف ليها معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. صافي وغادي نخلطها مزيان
وغادي نخلي داك البصله تعسل مزيان وتعلق. صافي من بعد ما كتفور هنايا هاد السفه هادي راني حيدتها ودرت ليها 4 ديال الكيسان ديال الماء وخليتها ترطب ورجعتها تفور. هاد الفوره هادي المره الثالثه اللي غادي ندير ليها الماء، درت ليها الملحه و4 ديال الكيسان ديال الماء المره الثالثه هادي. صافي وغادي نخليها حتى كتشرب هذاك الماء وكتبرد مزيان. غادي نخلطها واحد شويه كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا فقط باش تلبس تشرب هذاك الماء مزيان. صافي وغادي نغطيها ونخليها حتى تبرد. الدجاج هنايا من بعد ما كيبرد كنحيد له العظام ديالو كما كتشوفوا، ماشي بحال الطريقه ديال البسطيله كنخليه غليظ واحد شويه هانتوما كما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نكملو. من بعد ما غادي نكمل الدجاج بالتقطاع غادي نخلي المريقه حتى كتعلك مزيان عاد نضيفوا ليها. صافي هنايا من بعد ما تعلكات البصله مزيان ونشفات داك المريقه ديالها غادي ندير الدجاج مع داك لاصوص معسله باش ينسجموا المكونات ويجينا الدجاج بنين. يمكن لكم تخليو لاصوص بوحديتها والدجاج عادي، انا درت هاد الطريقه هذه الصراحه جات زوينه وبنينه. صافي هنا خديت واحد 10 دراهم ديال الزبيب، المهم خديت 10 دراهم ما عرفتش واش 200 غرام ولا 250 غرام. صافي ورديت هنايا السفه كنحاول نفتتها الا كانت مكوره ولا شي حاجه. الصراحه جات حبه على اختها ما تكورات ما حتى شي حاجه. هاد الطريقه هذه سهله وزوينه وناجحه، جربوها ان شاء الله غادي تنجح معكم. مهم كتكون غير الماركه ديال السفه مزيانه باش كتنجح معنا السفه وكتجي زوينه. هنايا من بعد ما كتبرد كناخذ شويه ديال الزيت وكنديرو في الاخر. صافي وكنردها تفور المره الاخيره عاد ان شاء الله غادي نقدموها. هنايا من بعد ما درت السفه كتفور في نفس الوقت درت هنايا قديت الديسير. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه ديالي كل واحد والطريقه ديالو. خديت الاناناس قطعتها على 4 كيف ما شفتوا قطعتها من داك الورد ديالها اولا العرش ديالها باش يبقى ليا داك الديكور زوين ودرتها على هذا الشكل هذا. مهم انا شاركت معكم طريقتي في تحضير الديسير كل واحد والطريقه ديالو. المهم الطريقه كتجي زوينه صراحه والضياف ديالي عجباتهم الطريقه ديال الديسير وحتى السفه حماقوا عليها واللحم. ان شاء الله تجربوهم غادي يعجبوكم ان شاء الله. وهنايا استفت الديسير كيف ما كتشوفوا معايا. المهم انا شاركت معكم طريقتي وكل واحد والطريقه ديالو كيف ما ذكرت معكم. جا زوين وجا رائع هانتوما كيف ما كتشوفوا المنظر ديالو. صافي هكا غادي نقدموها نتوما الشكل ديالو جا زوين وغزال. مهم قدمته لضيافي عجبتهم بزاف هاد السفه وحتى اللحم الصراحه جاو زوينين ولدان. المهم هنايا السفه من بعد ما تفورات المره الاخرى درت ليها 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده عامرين، الزبده من نوعيه جيده ديال الاكل. صافي وهنايا خديت واحد الطبسيل ديال التقديم اللي غادي نقدم فيه السفه ودرت اطار دائري كما كتشوفوا وغادي نقدمها بهذه الطريقه هذه كل واحد والطريقه ديالو. مهم هنايا درت واحد الكميه مزيانه ديال السفه في الاطار ودرت طبقه ديال الدجاج كما كتشوفوا هنا الدجاج والبصله جاو بنانين وجاو معلكين ولداد. مهم جربوا هاد الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله. والضياف ديالي عجباتهم طريقتي بزاف وحماقوا عليها بصحتهم وراحتهم. ومهم هنايا كما كتشوفوا درت كميه مهمه ديال السفه ودرت عليها انا ما تصورليش هذا المقطع هذا. مهم راه اللوز من بعد ما فسختو درتو في الماء طايب وفسختو وحمرتو وهرمشتو رقيق ودرتو كطبقه على الوجه ديال الصفه وزينت بالمشماش معسل وزوقته بالقرقاع. بالنسبه للمشماش كنسلقوا واحد شويه في الماء طايب ما كيتسلقش بزاف باش يبقى القوام ديالو شاد راسو. صافي كنديرو في الزبده والعسل وكنشحروا فيهم كيجي بريون وكيجي المذاق ديالو غزال. هانتوما كما كتشوفوا معايا الصفه من بعد ما قديتها وحيدت لي هذاك الاطار ديالها كيجي الشكل ديالها مقاد وكتجي زوينه ودرت شويه ديال السكر كلاصي. مهم نتمنى تعجبكم هاد طريقتي في السفه. وهنايا قدمت ليهم اللحم هو الاول
حتى تعشاو، وعاد حطيت ليهم السفه وصافي، ومن بعد قدمت ليهم الحلوى واتاي. صافي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم هاد الوصفات اللي قدمت لضيافي للعشاء. نتمنى يعجبوكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات هذه. وشكرا الا خليتوا لي تعليق زوين ديالكم. كنشكركم بزاف. السلام عليكم ونشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله.